ولما حضرتك هتبدأ المخ بتاعك يتغير وتغير طريقة تفكيرك، هتبدأ تشتغل وتبدأ تكسب. أنا مثلا أحكي لكم حكاية. في واحد مش قادر يفتح مشروع، معهوش فلوس، ولكن لو غير طريقة تفكيره هو هيبدأ يفكر ازاي اصلا يجيب فلوس المشروع. فهيبدأ يفكر يقول لك طب بص، في ام احمد وام حسين جنبي عاملين جمعية، طب تمام اخش معاهم اوفر 1000 جنيه، فانا اخش معاهم في اخر السنة هوفر لي 12000 جنيه على مدار سنتين، اكون كونت لي تمن مثلا توك توك، تمن مش عارف المشروع الفلاني، انا ما اعرفش وات ايفر انت عايز تفكر تفتح ايه. فانت هنا بتغير طريقه تفكيرك، فتبدا تشتغل على نفسك، تقول طب انا بص، انا لما افكر طب انا عايز اشتغل اكتر، هروح اشتغل شغلانه زياده، هدوس على نفسي واشتغل شغلانه زياده عشان اوفر منها، عشان اخش في جمعيه، فانا لما استثمر فلوسي واكونها واحوشها هبدا همسك فلوس، فانا هبدا امسك اعمل المشروع اللي انا عايزه، ابدا مشروع صغير، فانا لما احوش من ده واحوش واحده واحده ابص الاقي نفسي عملت فلوس اكتر، فانا اروح اشتغل وافتح مشروع اكبر. من هنا بتبدا تكبر. لكن حته ان انت تفضل شغال بالاجره وتفضل شغال باليوميه مش هتكسب ولا هتستفيد اي حاجه، هتفضل طول عمرك اللي جايبهم بتصرفهم وموت يا حمار على الحال ده.